السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سأعرض عليكم مناقشة تحت عنوان الديمقراطية بين الانتحار حرقا أو الموت شنقا. متى استعبدتم الناس ولقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ مقولة مشهورة للحاكم العادل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، والمتصفح لسجلات التاريخ سيجد أن هذه المقولة قد صدرت عن سيدنا عمر بن الخطاب وهو في سدة الحكم كحاكم عربي لأمة مترامية الأطراف يعيش فيها العربي والأعجمي، والمقولة تحمل في ألفاظها نغمة صادقة صادرة عن رغبة ملحة في تحرير النفس البشرية من مغبات العبودية بكل أنواعها، وقد نطق بها حاكم وهو على عرش حكمه، لا مجاملة أو تلاعبا بمشاعر شعبه، بل سعيا ورغبة في تحقيقها بين فئات مواطنيه، وبإرادة مخلصة صادقة، فشهد له التاريخ وأسماه الفاروق. والسؤال هو: إلى أين نحن نمضي؟ وبما نحن نطالب؟ في تونس يتغنى الكثيرون بعظمة الشعب التونسي، وكأنما هذا الشعب ولد من العدم ولم يكن له وجود إلا بعد ثورته التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، والذي دام حكمه لتونس مدة 23 سنة، وكان يسعى لحكم مدى الحياة. ففي 60 سنة الماضية حكم الشعب التونسي من طرف رئيسين فقط، فيما حكمت الولايات المتحدة الأمريكية وفي نفس المدة من طرف 10 رؤساء. لقد أصبح محمد البوعزيزي الشاب الفقير المنتحر نتيجة الغيظ الذي أصابه من قهر الشرطة له، ونتيجة إحساسه المفرط المغيب للعقل بمرارة الظلم، بطلا ورمزا للتحرير. لكن من ماذا؟ مما تحرر من جسده الذي يأويه لتصعد روحه إلى خالقها، فتجد أن العادل سبحانه وتعالى أول من حرم الظلم على نفسه، وأول من قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا. لكن البوعزيزي محمد حين حرق نفسه لم يكن قصده تعذيبها، ولكن كانت غايته إشعال النار وإخراج الغل ومرارة الظلم التي كان يجدها في صدره ليصب بنزينها على زين العابدين. لكنه لم يمتلك في تلك اللحظة الشجاعة اللازمة لفعل ذلك، لم يمتلك القدرة والوسائل لإشعال النيران في نظام زين العابدين، تعبيرا عن مدى إحساسه بالقهر الذي اشتعل في صدره، والشرطة تتعدى عليه وتظلمه وتقطع رزقه. لقد أجرمت الشرطة ومن خلالها زين العابدين بن علي في حق البوعزيزي وأمثاله من الشباب المغيب من ساحة الإبداع والعطاء، المغيب من المشاركة في الحكم وإبداء الرأي الحر، والملغى تماما من استراتيجية التنمية في أرض الواقع، ليغتال عقله فتغيب موازين الحكمة وحسن التصرف لديه، فيكون سعي هذا الشاب بأن يخون بدوره الأمانة المودعة لديه، وهو جسده الذي امتلكه كوديعة أعطاه الخالق سبحانه وتعالى لديه، ويستبد في حق نفسه تعبيرا عن رفضه الاستبداد الممارس ضده، ويخون كما خان زين العابدين الأمانة التي أودعها الشعب بين يديه. والحقيقة هي: نحن نخطئ الطريق ولا ننصف بتمجيد الانتحار وتغليط الشباب، فالانتحار كان وسيبقى دربا لجهنم وليس للحرية. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.